اثنتان من كبرى اقتصادات أوروبا شهدتا تراجعا في إنتاجهما الصناعي، ففي ألمانيا هبط الناتج الصناعي في ألمانيا بنحو 1.4% بشكل غير متوقع في يونيو، كما انخفض حجم الصادرات بنسبة 1% في نفس الشهر، بينما هبطت الواردات بنسبة 5%، إلا أن ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا حققت فائضا تجاريا قياسيا بلغ 24 مليار يورو، مما دفع العديد من خبراء الاقتصاد إلى التفاؤل بشأن مستقبلها الاقتصادي. وقال المحلل الاستراتيجي بمجموعة CIBC جيرمي ستريتش أنه رغم البيانات الصناعية المحبطة فإن تقرير الطلبيات التي تلقتها المصانع الألمانية في الفترة الماضية يعد مفاجأة إيجابية. أما فرنسا فقد حققت مبيعات قوية في مجال السيارات والمعدات العسكرية، مما ساهم في تقليص العجز التجاري خلال يونيو إلى مليار يورو و700 مليون، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2009. لكن الناتج الصناعي في البلاد شهد تراجعا غير متوقع أيضا بلغ 1%، مما يثير مخاوف بشأن تراجع انتعاش الاقتصاد. ورغم أن اقتصاد فرنسا حقق نموا بنسبة 6% في الربع الأول من العام، فقد جاءت توقعات النمو في الربع الثاني متواضعة وتراوح بين 2 و3%. ووفق آراء خبراء الاقتصاد فإن تراجع الاقتصاد في دول أوروبا يعد بمثابة إعلان مكمل انهيار الاتحاد الأوروبي بعد أزمة اليونان وإسبانيا